رمضان هو الشهر اللي كلنا بنستناه من السنة للسنة، ومش بس بنستناه علشان هو شهر عبادة ولمة والعيلة، لكن لأنه كمان فرصة حقيقية إننا نبدأ من جديد، سواء في علاقتنا بربنا أو حتى في علاقتنا مع جسمنا وأكلنا وصحتنا. دايما بنسمع ناس بتقول إن رمضان هو السبب في زيادة وزنهم، وإنهم كل سنة بعد رمضان بيلاقوا نفسهم تخنوا 3 أو 4 كيلو، وده لأنهم بيستغلوا الشهر ده بطريقة غلط تماما. بس اللي يمكن مش واخدين بالهم منه إن رمضان هو أحسن وقت لأي حد عايز يخس، لأنه ببساطة أكبر فرصة تتعودي فيها على الصيام المتقطع، وأحسن وقت الجسم بيحرق فيه دهون بكفاءة عالية جدا. وعلشان كده النهاردة هقول لكم إزاي تستغلوا الشهر ده بالطريقة الصح وتخسوا من غير أي إحساس بالجوع أو الحرمان. قبل ما نبدأ عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات إيه هي أهدافكم لرمضان السنة دي، وإيه الوزن اللي نفسك توصلي له بعد رمضان، ووزنك كام دلوقتي، وهترجعي تاني آخر يوم رمضان تشوفي انت حققتي التارجت بتاعك اللي انت كتبتيه بنسبة كام في المية. هلو هلو، أنا آية بلال ويلا بينا نبدأ. المشكلة اللي أغلبنا بيقع فيها في رمضان هي إننا بنوصل لوقت الفطار هنموت من الجوع، خصوصا الناس اللي بتشتغل في رمضان وبتنزل من البيت وبتعمل مجهود، أو لو بتروحي المدرسة أو الجامعة فأنت بتعملي مجهود طول اليوم ومش قاعدة مستريحة في البيت. فأول ما المغرب بيدن بتهجمي على الأكل من غير أي تحكم ولا تفكير. هو الطبيعي إن ده يحصل لأنك قضيتي ساعات طويلة من غير أكل وبتعملي مجهود سواء في البيت أو بره البيت، فالجسم بيكون محتاج طاقة بسرعة ومصدق إنك خلاص دخلتي له حاجة. بس الحل مش إننا نعوض كل الساعات اللي صمناها دي في وجبة واحدة. اللي بيحصل إنك أول ما بتبدأي فطارك بتاخدي مشروب مليان سكر زي الخروب والتمر هندي والسوبيا، وبعدها بتاكلي تمر، وبعد شوية بتاكلي مقليات مع كمية نشويات كبيرة، ونتيجة لده السكر في دمك بينط لفوق بسرعة جدا، وبعدها بساعتين بتحسي انك جعانة تاني، وده اللي بيخليكي تاكلي اكتر طول اليوم. الحل هنا مش انك تمنعي نفسك من الاكل، لكن إنِّك تاكلي بذكاء. أول حاجة هتبدئي بيها كوباية المَيّة، وكوباية المَيّة اللي هتشربيها على الفطار مش مجرد حاجة روتينية خالص، دي خطوة أساسية علشان تعوّضي السوائل اللي فقدتيها طول اليوم. بعدها هتاخدي تمرة واحدة أو 3 تمرات بالكتير، ولو ناوية تقللي السكريات أوي يبقى كفاية تمرة واحدة بس، وممكن كمان ما تاخديهاش خالص. المرحلة اللي بعد كده هي الشرب، بس خلّي بالِك من حاجة مهمة أوي، مش أي شوربة، في فرق كبير بين شوربة العدس أو شوربة الخضار أو شوربة اللحوم الطبيعية اللي بيبقى فيها قطع لحوم دي، وبين شوربة الكريمة اللي فيها دهون مشبعة وكالوريز عالية جدًا، أو شوربة لسان العصفور اللي عبارة عن نشويات أصلًا. أنتِ محتاجة شوربة تساعدِك تهضمي، مش شوربة تخلّيكِ تتقلي أكتر. بعد الشوربة بقى هندخل على أهم طبق في السفرة كلها، وهو السلطة. وده مش كلام تقليدي خالص، السلطة هي الطبق اللي هينقذك من التقل وهيساعدك تشبعي من غير ما تخزني دهون زيادة. كل ما كان فيها ألوان أكتر كل ما كانت مفيدة أكتر، يعني خس جرجير وخيار وفلفل ألوان وطماطم، وبلاش تحطي عليها أي صوصات أو دريسنج مليان زيت، لأن دي بتزود الكالوريز من غير ما تحسي. بعد السلطة نيجي للمصدر الأساسي للطاقة وهو البروتين. لازم يكون عندك مصدر بروتين كويس زي الفراخ المشوية أو اللحمة والسمك والتونة، أي حاجة من دول. المهم إن هو يكون مطبوخ بطريقة صحية، يعني بلاش المقليات بقدر الإمكان. ما تروحيش تاكلي فرايد تشيكن وتقولي ما هي فراخ اهي. البروتين مش بس بيشبع، ده كمان بيساعد على حرق الدهون، لأنه بياخد وقت طويل في المعدة في الهضم، وده معناه إنك مش هتحسي بالجوع بسرعة بعد الفطار وهتفضلي شبعانة لأطول فترة. أما بقى بالنسبة للنشويات فدي المشكلة الأكبر عند ناس كتير، لأنهم بيحسوا إنهم لازم ياكلوا كل حاجة موجودة على السفرة. الطبيعي إن جسمك محتاج نشويات، لكن الكمية هي اللي بتفرق. يعني بدل ما تاخدي طبق مليان مكرونة أو رز، ممكن تكتفي ب5 6 معالق رز أو مكرونة، أو نص رغيف عيش بلدي،
ولو في عزومة وفيها أكتر من نوع نشويات، اختاري صنف واحد بس وما تجمعيش بينهم، لأن ده بيزود الكالوريز بطريقة رهيبة. وبعد الفطار بنيجي للحظة اللي ناس كتير بتستناها، وهي الحلويات. وده الفخ الكبير اللي بيقع فيه ناس كتير. الطبيعي إن كلنا بنحب الحلويات، والكنافة والقطايف دول جزء لا يتجزأ من رمضان، بس مش لازم خالص يكونوا جزء من روتينك اليومي. لو قدرتي تقللي الحلويات لمرة واحدة بس في الأسبوع، هتلاقي إنك خسيتي بسهولة جدا من غير ما تحسي. ولو مضطرة تاكلي في عزومة، خليكي في أقل كمية ممكنة، مجرد إنك تدوقي بس، مش لازم تخلصي طبق كامل. ولو عايزة بديل صحي، ممكن تعملي حاجة بسيطة زي زبادي يوناني بالفواكه أو بسكوت بالشوفان والعسل. نيجي بقى للسحور، ودي وجبة مهمة جدا، لأن اختياراتك فيها هتحدد إحساسك بالجوع طول اليوم اللي بعده. الغلطة اللي ناس كتير بتعملها إنهم بياكلوا نشويات بس في السحور، زي عيش وفول وعسل، وده اللي بيخليكي تحسي بالجوع بسرعة بعد الصيام. الصح إن وجبة السحور تكون مليانة بروتين ودهون صحية، زي البيض سواء كان مسلوق أو مقلي أو أومليت أو شكشوكة بأي طريقة، والزبادي اليوناني مع فراولة أو توت، والجبنة القريش. ولو مش بتحبي الجبنة القريش سادة، ممكن تضيفي معاها نعناع أو زعتر أو طماطم أو فلفل، هيغيروا من طعمها، هيخلوا طعمها أحلى. أو حتى الفول، بس مش بكميات كبيرة ومن غير زيت. وممكن تضيفي مصدر دهون صحية زي شوية مكسرات، دي هتحسسك بالشبع لفترة أطول. وما ننساش طبعا السلطة. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وهي الحركة والنشاط البدني بتاعنا. ناس كتير في رمضان بتكسل وتقولك أنا صايم مش هقدر أتحرك، بس الحقيقة إن جسمك محتاج يتحرك علشان يفضل معدل الحرق شغال ويزيد. وأفضل وقت للتمرين هو اللي قبل الفطار بساعة أو بعد الفطار بساعتين. ولو مش قادرة تتمرني، على الأقل حاولي تتمشي نص ساعة في اليوم، حتى لو في البيت، لأن ده هيحسن من الهضم جدا، وهيساعدك تحرقي، وهيخلي جسمك يستفيد من الأكل بطريقة أحسن. رمضان مش لازم يكون شهر التخن وزيادة الوزن، بالعكس ده أحسن وقت إنك تبدأي فيه رحلة الخسان بتاعتك ونزول الوزن بطريقة ذكية ومن غير أي حرمان. كل اللي عليكي تعمليه هو إنك تنظمي أكلك، تبدأي الفطار بطريقة صح، تقللي السكريات والحلويات، تهتمي بالسحور، وتزودي حركتك. ولو قدرتي تعملي الحاجات دي، هتلاقي نفسك بعد رمضان نازلة في الوزن، وصحتك بقت أحسن بكتير من الأول، وهتبقي قادرة تكملي رحلة النزول بتاع الوزن. وما تنسوش تعملولي لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للشانل، وشير للفيديو، واكتبولي في الكومنتات ايه اكتر عادة من اللي اتكلمنا عنها ناويين تطبقوها في رمضان. واستنوني في فيديو جديد.